الزمالك يلتهم الاتحاد المنستيري ويتفوق عليه برباعية نظيفة. مباراة أشد المتفائلين في جمهور نادي الزمالك لم يكن يتصور أو يتخيل هذا السيناريو، لم يكن يتخيل أن نادي الزمالك قادر على الفوز على أي فريق برباعية نظيفة، خصوصا في البطولة العربية اللي كان الجمهور فاقد الشغف فيها. الجمهور حتى ما كانش بيتابع أخبار أو مش شايف إن فريق الزمالك ممكن يعمل أي حاجة في البطولة. هنشوف أداء باهت، هنشوف أداء متدني، أداء دون المستوى يخلي الجمهور مش حابب إن هو يتفرج على فرقته وهي بتلعب بالشكل ده. ولكن لعيبة نادي الزمالك والنهارده أوسوريو بيفاجئ الجميع ويفاجئ جمهور نادي الزمالك زي ما فاجئ اي جمهور لاي نادي تاني، وشفنا اداء محترم جدا بغض النظر عن مستوى فريق الاتحاد المنستيري اللي زي ما هقول لك فيه باقي الحلقه ان شاء الله. المستوى ده بيعبر عن ايه؟ الاداء اللي عمله نادي الزمالك النهارده يعبر عن ايه؟ ولكن لو بدات معانا الحلقه على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك جديدنا اول باول. اعمل لايك ضروري جدا يا ابو الكباتن عشان الحلقه توصل لاكبر عدد ممكن من الناس. ولو بتتفرج علينا على الفيسبوك ما تنساش برضو تعمل فولو للبيج، وتاكد انك عامل فولو للبيج، لان لاحظت الناس كتير جدا من اللي موجودين معانا على الصفحه مش عاملين فولو اساسا، فحاول انك تتاكد من الموضوع ده واعمل لايك واعمل شير عشان الحلقه برضو توصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وما تنساش تتابعنا على كل منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستجرام، تيك توك وكواي، هتلاقي لينكاتهم في الديسكريبشن تحت على اليوتيوب. ويلا بينا يا ابو الكباتن. مساء الخير عزيزي الزملكاوي السعيد بأداء فريقك في مباراة الاتحاد المنستيري في افتتاح مباريات نادي الزمالك في البطولة العربية. الأداء اللي ما كانش متخيله أو ما كانش منتظره أي حد من جمهور نادي الزمالك. النهاردة المكسب ده مكسب مهم جدا بغض النظر عن مستوى فريق الاتحاد المنستيري، لأن المكاسب الكبيرة من اللي تنتصر في المباراة الأولى في افتتاح البطولة، أولا هيبدأ الفريق يدخل في أجواء البطولة، ثانيا الفريق هيبدأ يحس إنه قادر إن هو يعمل حاجة في المجموعة، وده دافع قوي جدا ليه انه يدخل مباراة نادي الشباب بيلعب على 6 بونت، مما يعني ان هو ممكن يصعد بنسبة 90% من المجموعة، فده دافع قوي جدا للفريق. ومن ناحيه ان الجمهور اللي كان زي ما بقول لك في مقدمه الحلقه فاقد الشغف تماما بالفريق رجع النهارده يتابع ورجع النهارده يستمتع، ورجع النهارده الناس اللي حتى ما شافتش المباراه وليا اصدقاء كتير جدا زملكاويه ما اتفرجوش على المباراه رجعوا يدوروا تاني الاهداف ويشوفوا الملخصات ويشوفوا ايه اللي حصل، لان حسوا ان نادي الزمالك عمل وجبه كرويه دسمه امام الاتحاد المنستيري تستحق المشاهده وتستحق ان الناس ترجع بعد كده تتفرج على الفريق. خلينا ناخد الموضوع الاول لو هنتكلم فني على اكتر من شق. الشق الاولاني ان زي ما قلت لك ان في مكاسب كبيره لنادي الزمالك في هذه المباراه، فالموضوع برضه هو فخ، لان نادي الاتحاد المنستيري دون المستوى تماما تماما تماما. تفريغ الفريق ولاعيبه كتير جدا مشيت من الفريق، لعيبه كتير حتى ما لعبتش بيه التشكيل الاساسي، مفيش مدير فني موجود مع الفريق لسه ماسك قبل المباراه بيومين ثلاثه، فما يعرفش اي حاجه حتى عن الفرقه. فالاتحاد المنستيري هنا هو دون المستوى تماما. هل ده يقلل من انتصار نادي الزمالك؟ لا، ما يقللش اكيد من انتصار نادي الزمالك، ولكن في نفس الوقت هو زي ما قلت لك في مباراه نادي فيوتشر ان ده انتصار خادع. انت ما تتخدعش باللي حصل النهارده في مباراه الاتحاد المنستيري، لان المستوى اللي انت هتلعب بيه قدام الشباب واللي هتلعب بيه قدام النصر هيكون مختلف تماما عن الاتحاد المنستيري. فمنها انت بتاخد دافع قوي، منها بتبدا تدخل في اجواء البطوله، منها زي ما قلت لك الجمهور بيرجع له شغف متابعه الفريق بشكل مكثف، ولكن منها هو فخ ما تنخدعش باللي انت عملته النهارده، لان تكرار الموضوع امام الشباب او امام نادي النصر هيكون مش بالسهوله اللي انت شفتها النهارده. فهي من شق زي ما اتكلمنا قبل ما نتكلم عن الموضوع الفني، هو في فخ وفي مكاسب، ده بره كرة القدم. خلينا بقى ندخل لأرض الملعب ونقول اللي عمله أوسوريو النهارده. كتير كان بيسأل السؤال المهم، هل أوسوريو هيتخلى عن الأداء أو عن الطريقة اللي بدأ فيها في المباريات الأخيرة في الدوري، واللي شفنا إن نادي الزمالك حتى يا إما بيخسر أمام النادي الأهلي بنتيجة كبيرة سكور برضه برباعية، يا إما بيدخل في مباراة ويكون متقدم ويرجع الفريق الثاني يعمل عليه كامباك ويتعادل أو يرجع للمباراة من تاني، أو النادي الزمالك يكون متأخر في الأساس ويحاول إنه يرجع في المباراة زي ما عمل في مباراة نادي فيوتشر. فالسؤال هنا، هل أوسوريو هيصر على نفس طريقة اللعب
اوسيريو اصر على نفس طريقه اللعب، وده اللي قاله الراجل في المؤتمر الصحفي في المباراه الاخيره لنادي الزمالك في الدوري امام نادي فاركو، وقال ان انا هلعب بطريقتي شاء من شاء ابى من ابى، انا هحاول اطبق اسلوب لعبي، انا هحاول اخلي اللعيبه تلعب بالطريقه بتاعتي، وده اللي شفناه النهارده. تشكيل هو نفس التشكيل، هي نفس الطريقه اللي بيبدا بيها دايما 3-4-3، ولكن بيحط النهارده في نص الملعب توليفه مختلفه يمكن ما لعبش بيها قد كده، انه يحط دونجا، وده اللي قلته لك دايما ان دونجا في نص الملعب قدام 2 حريفه كوره، او على الاقل معاه حد حريف بيقدر ان هو يخرج بالكوره بشكل سليم، دونجا بيبدا يظهر، وده اللي كان موجود عليه في نادي بيراميدز واللي كان بيتاخد بسببه في المنتخب الوطني. النهارده بتحط دونجا نمره 6 قدامه 2 تمانيات بيلعبوا كوره، عمر جابر هاف تاني على الناحيه اليمين، والناحيه الشمال موجود عليها فتوح. الاثنين دول كانوا بيعملوا لا مركزيه كانت واضحه جدا في المباراه، شويه بتلاقي فتوح في الشمال وشويه بتلاقيه في اليمين، والعكس مع عمر جابر، وقدروا يطبقوها بشكل كويس، وكانوا بيخرجوا بالكوره اول ما الزمالك بيستخلصها بشكل سريع من نادي الاتحاد المنستيري اللي كان عنده مشكله في نقل الكوره. الاتحاد المنستيري مش عارف ينقل الكوره بشكل كويس، بمجرد ما يبدا يعمل باصه واثنين الكره بتتقطع مباشره من لعيبه الزمالك وبيستردوها بشكل سريع ويخرج بالهجمه بشكل سليم. وده اللي كنت بقوله لك دايما، انه عنده مشكله اوسوريو، انه لما بيعرفش يطلع بالكره بشكل سليم الزمالك بيروح في المباراه تماما وبيكون مش موجود في الملعب. فالموضوع ده النهارده كان موجود، والخروج بالكره كان بشكل مميز، وده برضه نتيجه لسوء التمركز للاعيبه الاتحاد المنستيري، سواء اللي في نص الملعب او حتى في قلب الدفاع. النهارده الخروج برضه بالكوره من شق الدفاع لنادي الزمالك عن طريق المسلوسي كان مميز، لان المسلوسي في الاساس هو باك رايت ولاعيب كوره، لعيب كوير بيقدر ان هو يطلع بالكوره بشكل سليم. فانت تدرج بالكوره من اول دفاع الزمالك الثلث الاول في الملعب، ثم الثلث الاوسط، ثم الثلث الاخير، كان بشكل سليم، ونوصل للمثلث اللي موجود تحت الجزيري اللي كان بيلعب فيه شيكابالا وكان بيلعب فيه زيزو وبيلعب فيه نضاي كان بيحاول انه يعمل دايما لا مركزيه مع الجزيري هتلاقيه شويه على اليمين وشويه في العمق وشويه في الشمال. الكلام ده شفته فين؟ شفته في الهدف اللي سجله عبد الله السيد نيمار اول ما نزل، وده انا قلته بين الشوطين ان كان اقل واحد في المثلث ده هو ابراهيم النضاي ما كانش ينفع ان هو يلعب المباراه، لان انا شايف ان عبد الله السيد نيمار بيقدم اداء كويس جدا، والراجل لما نزل قدر يعمل اللامركزيه بشكل سليم وجاب هدفين طبق الاصل، واحد من اليمين وواحد من الشمال، وده يدل على ان الراجل عنده خطه معينه بيلعب بيها في الشق الامامي، عنده لعيبه لو نفذت التعليمات اللي بيقولها هتلاقي غزاره تهديفيه زي ما انت شفت النهارده. وده طبعا برضو مع استغلال الدفاع الغير متمركز بشكل سليم لنادي الاتحاد المنستيري. فالنهارده بتلاقي الهدف الاول للجزيري موجود فيه على الطرف في الكوره الركنيه، الهدف الثاني الجزيري بيقطع من ناحيه اليمين وبياخد المدافع في ظهره، ودي حاجه مميز فيها جدا الجزيري من زمان، من ايام البطوله العربيه لما كان بيلعب مع المنتخب التونسي، وبياخد اللعيب في ظهره وينطلق ويلعب العرضيه للي موجود في العمق هنا ساعتها، وهو عبد الله السيد نيمار اللي هو كان نازل يلعب فين على الناحيه الشمال بدال نضاي. فالراجل نزل النهارده هيقدر يعمل اللامركزيه مع الجزيري ويسجل الهدف الثاني، ويقدر يسجل الهدف الثالث برضه، او انا اسف يسجل الهدف الثالث، ويقدر يسجل الهدف الرابع بالركخه طبق الاصل ولكن من الناحيه الشمال، لامركزيه ثانيه عرضيه من فتوح. مين اللي موجود في العمق؟ مش الجزيري، اللي موجود في العمق عبد الله السيد نيمار. ففي لامركزيه بتحصل في الشق الامامي ما كانش نضاي قادر يطبقها بشكل جيد، ولكن الثلاث لعيبه التانيين زيزو وشيكابالا والجزيري كانوا بيعملوها بشكل مميز، وبيقدروا يخترقوا وبيقدروا ان هم يوصلوا للمرمى بشكل جيد. انا عايز اشيد هنا بالهدف الثاني اللمسه السحريه من شيكابالا اللي حط احمد السيد زيزو في وش المرمى في منطقه مهيئه جدا للتسجيل، حطها بمنتهى الاريحيه وبركنه مميزه في البعيده، لمسه ساحر ولمسه هداف برضو من احمد السيد زيزو. فالمباراه فنيا هي رائعه جدا لنادي الزمالك، طبق فيها فكر اوسوريو. انت عايز اقول لك حاجه بس توصل معايا لنقطه معينه، اوسوريو عايز يلعب بالشكل ده في جميع مبارياته، كل المباريات اللي انت عايز تتفرج عليها نادي الزمالك مع اوسوريو هو عايز يلعب بالطريقه دي. تطبيقها وعدم تطبيقها يختلف على المنافس اللي بيلعب قصاده اوسوريو. لما تلعب قدام فريق ما عندوش تمركز جيد في الدفاع، لعيبه مهلهله في الخطوط او المسافه اللي ما بين الخطوط، بيظهر اوسوريو بشكل جبار زي ما انت شفت النهارده، لدرجه انك هتحس ان الفريق اللي قدامك هل كان فريق ما جاش الملعب، فريق مش موجود في المباراه. وبالتالي الراجل لما بيطبق الموضوع ده بتحس ان نادي الزمالك قوي وفايق وبيلعب كره ممتعه. ليه ما بيقدرش يطبق الكوره ديت امام فرق تانية زي النادي الاهلي مثلا؟ لان النادي الاهلي ما عندوش الحته بتاعه الدفاع المهلهل، ما عندوش الحته المسافات اللي ما بين الخطوط، مش هيسيب لك مساحات تعمل فيه الكلام ده. فهنا بتظهر ضعف كواليتي اللعيبه بتاعه نادي الزمالك انها تطبق الكلام ده قدام اي خصم.
فلما بتيجي قدام خصم كبير وخصم قوي وخصم قافل لك المساحات، اوسوريو ما بيقدرش يعمل الاسلوب ده لان لعيبته مش مساعداه على كده. وهي الحته اللي كلمتك فيها قبل كده، ان لازم اوسوريو يكون عنده مرونه في الدفاع. الراجل ده لازم يكون عنده مرونه في التكتيك، لازم يكون عنده مرونه في التشكيل، لازم يكون عنده مرونه في طريقه اللعب. لازم اكون كل مباراه على حده. لو تفتكر معايا كولر اول ما جه النادي الاهلي كان بيلعب دايما اول اوت اتاك، كل الفريق في نص الملعب بتاع الخصم. ولكن لما اصطدم بفرقه قويه جدا في المرتدات وسريعه جدا زي صن داونز وقدرت انها تعمل عليك سكور، الراجل عرف ان ما ينفعش العب بالاسلوب ده دايما، وبدا يعمل كل مباراه على حده. ادافع قدام الترجي، ادافع قدام الرجاء في ملعبه، العب مباراه متوازنه امام الوداد في النهائي. كل مباراه وليها حساباتها. فاوسوريو مع اللعيبه اللي موجوده معاه دي محتاج يوصل للنقطه دي عشان يقدر ان كل مباراه يفرق فيها باللي هو عايزه. الف مبروك لجمهور نادي الزمالك، مباراه موفقه جدا، ونتمنى التوفيق في مباراه الشباب، ويكون نادي الزمالك قادر على الصعود من المجموعه. الف مبروك تاني لجمهور نادي الزمالك، وعرض لك لجمهور الاتحاد المنستيري. شكرا.